القضية. السلام عليكم. عنوان هذه الحلقة هو الحراك السياسي الاجتماعي الحالي. طبعا كنا عم نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة من سنتين وخاصة هذا العام بدأ نشاط كبير جدا بين أفراد المجتمع وخاصة بين الشباب، وهذا في الحقيقة أمر بسرنا كثير، لأنه بدل على حيوية وبدل على ديناميكية وبدل على أيضا عدم رضا عن الوضع الحالي ورغبة في تحسينه. الحراك السياسي الاجتماعي الحالي مقسوم إلى قسمين. القسم الأول تنظيمي، بيعتمد على كتل كبيرة من الناس عمال تلتقي، بتشكل جمعية، بتشكل جماعة، بتشكل تجمع، بتشكل لجنة أو أي تسمية أخرى، وبتعلن بعض الأهداف لبعضها المحافظة على التراث، البعض الآخر النهوض بالمجتمع، والبعض الآخر وهكذا. طبعا احنا منرحب بكل هذه الأنشطة ومنرحب بكل توجه إيجابي ينوي إلى تحسين أوضاع الناس هنا، أوضاع المجتمع الشركسي. ولكن إحنا في المجلس العشائري خضنا نقاشات طويلة مع كثير من الشباب، وأيضا تحدثنا إلى الأخوة المسؤولين في الجمعية الخيرية الشركسية المركز وبعض الفروع، إنه عن إمكانية أن تعمل هذه اللجان أو الجمعيات أو التجمعات من خلال الجمعية وفروعها. وتلقينا أجوبة عديدة في الواقع، معظمها غير مقنع، ويبدو أنه هناك في حلقة مفقودة في هذه النقاشات، مش قادرين يتوصلوا إلى يعني حل بشأنها. ولكن خليني أقول هيك أنه لا تزال الآراء متقاربة، لا تزال إمكانية الحوار قائمة، لا تزال الأبواب مفتوحة. مثلا الجمعية كل لجنة أو كل تجمع أو كل هيئة بتحب أنه تجتمع وتعلن أهدافها وتعمل اجتماعاتها، وحتى الخطب عمال تفتح لها الأبواب وتساعدها بكل ما يمكن المساعدة، وكذلك بالنسبة للمجلس العشائري. إنما أتمنى، وهذا رأيي الشخصي، أن هذه الفئات أو هذه المجموعات من الناس المتحمسين الناشطين الذين لا أشك في إخلاصهم لقضيتنا المقدسة ولا أشك في نزاهتهم وسعيهم للخير، أن يحاولوا أن يتوصلوا إلى صيغة مقبولة مشتركة تدفعهم إلى أن يتكتلوا أكثر، لأن المستقبل السياسي للتكتلات. نحن مقبلون على تغييرات سياسية جذرية في هذا البلد. سيدنا نفسه قال أنه المستقبل في تشكيل الوزارات والحكومات سيكون للأغلبية البرلمانية، الكتلة السياسية التي تحصل على الأغلبية البرلمانية ستشكل الحكومة. هذا الموضوع يهمنا جدا جدا جدا، ويفرض علينا أولا وقبل كل شيء أن نشكل كتلا كبيرة. يعني بكل بساطة عندما أذهب أنا إلى الحزب ألف وأقول له أنا عندي 3000 صوت في عمان و3000 صوت في وادي السير و1000 صوت في صويلح، أنا متأكد أنه أي قائمة حزبية بشكلها هذا الحزب لدخول الانتخابات النيابية سيضع لنا فيها مكانا. ولعلني لا أذيع سرا إذا قلت بأنه المستقبل ربما، وليس ربما، أتوقع شخصيا أن يلغي الكوتا السياسية البرلمانية.
لأنها الكل بيعرف أنها مش موجودة في كل دول العالم. خليني أكون أكثر صراحة، مش موجودة في الدول المتقدمة التي لها تاريخ وعريق في الحياة السياسية البرلمانية. لذلك يجب أن نكون جاهزين إلى هذا الأمر. فإذا بقينا على تشتتنا هذا والجمعيات الصغيرة والجماعات الصغيرة والكتل الصغيرة، تأكدوا يا أخوتي أنه سيكون حظنا في التمثيل البرلماني قريبا من الصفر. قد يتساءل الناس أو بعض الناس أنه ما أهمية التمثيل البرلماني؟ أهمية التمثيل البرلماني أنه هو المفتاح لدخول الحكومة، والحكومة هي المفتاح للنفوذ، والنفوذ هو المفتاح لتوفير الوظائف، سواء كانت هذه الوظائف مدنية أو عسكرية أو أمنية أو مهما كانت. حتى في الشركات الكبرى عندما يكون هناك وعي لخلفية الشخص وما يمثله والكتل التي تقف خلفه، بصير في نظرة أخرى إلى هذا الشخص. القسم الآخر من الحراك السياسي الاجتماعي الحالي هو ما يعرف بالفيسبوك والإنترنت وباقي وسائل الاتصال الإلكترونية والمسجات وإلى آخره. الآن دعونا يعني نقول ما يلي. نحن كبار السن لدينا من رحابة الصدر ما يكفي لأن نتحمل كل النقد الذي يوجه، ولكن أتمنى شخصيا أن يكون هذا النقد مدروسا، وأن تكون له أسباب غير السماع وغير الإشاعة وغير قيل عن قال. كل أمر في الدنيا قابل للتبديل، كل أمر في الدنيا قابل للتطوير، كل وضع في الدنيا ممكن معالجته. ولكن دعونا نقول هذا، إحنا الشركس معروف عنا الأدب ثم الأدب ثم الأدب. بدي أذكر قصة صغيرة جدا. أخذت مجموعة من أصدقائي مرة إلى حفلة من حفلات نادي الجيل اللي كانت تعمل بقصر الثقافة. لما طلعنا كانت الساحة مليانة سيارات. قالوا لي أصحابي علقنا والله من ساعة ما بنخلص. صدقوني يا أخوان، لم يطلق زامور سيارة واحدة، ولم نسمع صيحة، وأخليت الساحة خلال 5 دقائق. هذا إحنا، هذا خلقنا، هذا ما يجب أن نكون عليه. أما أن نتبادل الشتائم والإهانات والانتقادات الفجة على الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى المواقع الأخرى، أنا بعتقد هذا أولا ليس من خلقنا في شيء، وثانيا لا يخدم قضيتنا. إذا كان لدى أي منا أي ظلامة فليتقدم بها ضمن الطرق القانونية، الطرق المؤدبة، الطرق الراقية التي درجنا عليها وحيينا عليها، ونتفاخر بأننا نحمل أخلاقها في كل وقت. الفيسبوك أداة ما في شك أنها مفيدة، وما في شك أنها فتحت آفاق واسعة جدا للتواصل وتبادل الأفكار، لكن من الناحية الأخرى فتحت علينا أبوابا ما كنا نرغب أبدا في فتحها. أرجو من شبابنا النشطاء المتحمسين أن يعوا حقيقتين. الأولى أن كل الأمور القائمة التي قد لا تعجبهم يمكن التحكم فيها ويمكن تبديلها بالحوار الهادئ. والثانية هي أننا شراكسة مؤدبون وحريصون على الأدب وحريصون على الخلق القويم، فلتكن أفكارنا على هذا النسق وبهذا المستوى. أشكر لكم استماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.